اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك حبة بتنجان واحدة وبطاطساية واحدة، تعالوا نعمل بيهم وصفة للفطار او للعشاء وكمان للغدا. مش هتقول لأ، بس حلوة جدا. تعالوا بينا ندخل على وصفتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة كده جبت البتنجانة بتاعتي وبدأت ان انا اقطعها مكعبات بالشكل ده. بعد كده هشيلهم واحطهم في طبق وهرش عليهم رشة ملح علشان ينزلوا المية اللي فيهم. تمام. بعد كده هركنهم على جنب ونبدأ نقشر البطاطس. بعد ما قشرت البطاطس هبدأ ان انا اقطعها مكعبات زي البتنجانة بالظبط، ونحاول ان احنا نقطع البطاطس نفس المكعبات بتاعة البتنجان علشان تاخد سوا واحد، ومفيش حاجة تستوي والتانية لأ. هقطع بقى كله بنفس الطريقة. بعد ما اقطعها هاخدها واديها برضو شطفة كده مكان التقطيع. تمام. بعد كده هنجيب الطاسة وهحط فيها معلقتين اتنين زيت، مش اكتر من كده. الوصفة بتاعتنا ولا هنقلي ولا هنعمل اي حاجة بقى تضرنا، ولا نقول الزيت كتير وكده، لا، هما معلقتين اتنين زيت مش اكتر. اول ما يسخنوا معايا هنزل بكمية البتنجان والبطاطس وهبدأ اللي انا اشوح فيهم كده. هشوح فيهم شوية وبعد كده هغطي عليهم وهخلي النار تبقى متوسطة. بعد كده معايا قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد. هبدأ اللي انا اقطعهم لمكعبات صغيرة. وانتوا شغالين كده ما تنسوش تصلوا على الرسول وتسيبولي كومنت حلو. الكومنتات بتاعتكم بتساعدني جدا. لو مش حابة اللي انت تحطي قرن فلفل حامي ما تحطيش، حطي قرن فلفل رومي بارد بس. بس بصراحة الحامي بيدي تست حلو جدا للوصفة. بعد كده معايا طماطمايه هبدأ برضو اللي انا اقطعها لمكعبات صغيرة. هي طماطمايه واحدة مش اكتر من كده. كل الحاجات دي بنجهزها والبتنجان والبطاطس على نار متوسطة وسايبينهم مع نفسهم خالص علشان يستووا. تمام. بعد كده هجيب طبق وانقل بقى الخضار بتاعي فيه. بعد كده هنرجع بقى نشوف البتنجان بتاعنا والبطاطس. هنبدأ بقى اللي احنا نديهم تقليبة كده. هم دخلوا تقريبا في نص سوا زي ما انتوا شايفين. هبدأ اللي انا انزل عليهم بفصين من التوم وهديهم تقليبة مع بعض، واسيبهم برضو يتشوحوا كده لحد ما نشم ريحة التوم معانا. بعد كده نبقى ننزل بالخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه وهنديهم تقليبة كده مع بعض. والريحة بقى بدأت تظهر معانا. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الصلصة وهنديهم برضو تقليبة كده مع بعض. تمام. بعد كده نبدأ بقى اللي احنا نتبل التوابل بتاعتنا. هننزل بنص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة ناشفة، نص معلقة بابريكا، والمعلقة معانا معلقة صغيرة. وطبعا الملح هتظبطيه. هديهم بقى تقليبة كده. الله على ريحة التوابل بقى مع التشويحة والثوم تحفة. وحطيت كمان رشة من السكر علشان الصلصة والطماطم اللي احنا حاطينها، وحطيت حوالي معلقتين من الخل. هديهم بقى تقليبة كده مع بعض وهغطي عليهم تاني واسيبهم دقيقتين كمان يتشربوا كده من بعض وياخدوا الطعم الحلو. بعد الدقيقتين ما عدوا الوصفة بتاعتنا خلاص كده جاهزة. استوت وبقت زي الفل وما بتاخدش وقت خالص في التسوية. في الاخر خالص هنرش كده رشة كزبرة على الوش. وتجيبي بقى العيش البلدي بتاعك الحلو وتاكلي بقى احلى وصفة من غير زيوت كتير. معلقتين زيت بس عملنا الوصفة الحلوة دي. تنفع للفطار او للعشاء زي ما قلنا. وكمان ممكن لو عاملة اكل شعبي في الغدا وعملتيها فيها تبقى تحفة جدا. بجد طعمها مش عايزة اقول لكم حكاية. جربوها تعجبكم جدا جدا.